السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الياسمين، صباح الخيرات والسكر والحلويات. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. اسفة طبعا اتأخرت عليكم، بس غصب عني والله النت كان فاصل عندي. سامحوني واعذروني، واسفة اسفة للتأخير. زي ما انتوا شايفين كده صباحكم معطر بذكر الله، شايفين الخيرات والجمال والحلويات. ربنا يا رب يرزق كل من يشوف الفيديو من حيث لا يحتسب. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرزقكم يا حبايب قلبي من حيث لا تحتسبوا، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى اكيد عرفتوا النهارده روتين يوم السوق كده. روتين ان شاء الله سهل وسريع، ان شاء الله يعجبكم. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي ومتعودين معايا، بجيب كل الخضار. جبت طماطم، وجبت جبت فلفل وبتنجان وكوسة وخيار. وجبت برضو فاكهة، جبت بلح، وجبت برتقان وجوافة. وجبت اللي هو اسمه ايه ده، اللي هو اللي عامل زي اليوسف الصغير، مش فاكرة اسمه ايه. بس هو كويس ومسكر جدا وطعمه جميل، وكان فيه ما شاء الله تبارك الله. الرمان ده كان جميل جدا، مسكر مسكر يا جماله يا جماله. لقيت الحباية طاقة كده من الجنب، عرفت ان هو كده احمر من جوه وجميل وزي العسل. ما شاء الله بألف هنا وشفا. بصراحة طعمه حلو جدا. وجبت بقى بطاطس وجبت بطاطا. انتوا عارفين احنا في الشتاء والبطاطا بتكون حلوة كده. ما شاء الله تبارك الله، مغذية ومفيدة للأطفال يا حبايبي. وجبت موز، وجبت بوظة وشربات وحلويات والخيار. الأسعار إلى حد ما كانت حلوة. تمام كده يا حبايبي. بعد كده رصيت الحاجات زي ما انتوا شايفين، وبعد كده شلتها حطيتها في التلاجة. قلت اعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين البيت كان مكركب. قلنا نبدأ كده. اول حاجة بعد ما حطينا حاجتنا في التلاجة، طبعا انا بادئه اليوم مش يعني مش من ساعه ما انتوا شفتوا الحاجات دي، لا. قمت من النوم طبعا، صليت والولاد مشوا على المدرسه، عملت لهم اللانش بوكس. بس ما حبيتش اصور لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وبعد كده يا حبايبي جيت وحطيت الحاجات في التلاجة، وبعد كده وديت الحضانه. وجيت دخلت زي ما انتوا شايفين ان البيت عامل ازاي مكركب. دخلت اوضه البنات، اوضه جنى، لقيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قلت اصور لكم بقى. زي ما انتوا شايفين الدولاب بتاع جنى، كنت حاطه الهدوم في الرف بتاعها اللي فوق. للاسف يعني كل شويه تجيب هدوم توقعها على الارض. قلت وعلى ايه؟ انا هغير لكم في شكل الدولاب دلوقتي وهتشوفوا شكله عامل ازاي. اول حاجه كده يا حبايبي، عايزاكم اول ما تقوموا كده من النوم، وعايزين يعني بعد ما تفوقوا كده وتفوقوا بعد ما تصحوا، تروحوا جايين على طول اول حاجه تعملوها تفتحوا شبابيك البيت. ليه يا منى تفتحي شبابيك البيت يا حبايبي؟ عشان خاطر تدخلوا كده الطاقة الإيجابية للبيت، تدخلي هوا وشمس. مش عايزين ريحة البيت تكون مكمكمة، لا يا حبايبي، عايزين البيت كله يكون كده روايحه حلوة وجميلة. كل اللي يدخل بيتك يلاقي ريحة بيتك مميزة. اعملي لك ريحة كده للبيت، بحيث ان هو اللي يدخل البيت يعرف ان ده بيت ام ندى، بيت ام جنى، بيت فلانة بيت علانة كده يعني. تحس كده بريحة النظافة في البيت، وكل اللي يدخل كده يكون مبسوط وسعيد وهو قاعد معاكي، فاهمين؟ اول حاجة بتمسكي السراير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبتنضفيها وبترتبيها على حسب. يعني انا عايزه اقول لكم كان في يعني هدوم كتير جدا على السرير، كانت ندى لمت الهدوم من على الحبل وما طبقتهاش. فانا قلت بقى ايه، بما اني صاحيه بدري هقوم اطبق الهدوم وارصها كده في الدولاب واظبط الدولاب بالمره. مع اني والله العظيم يا حبايبي كنت في الفيديو اللي فات عامله لكم ترتيب الدولاب وكده، وكنت لسه مظبطاه. بس انتوا عارفين البيت اللي فيه اطفال وكده لازم الحاجه تتبهدل. بس انا عايزه اقول لكم كل ما يعني ايدك في الدولاب على طول. يعني مثلا ايه، اليوم النهارده انا بجيب غيار مثلا لمحمد، لقيت حاجه مش معدوله بعدلها، مش بسيب حاجه على حاجه على حاجه لحد ما الدولاب كله يتكركب معايا. انتوا طبعا فاهمين. يعني مثلا ايه، كل ما تدخلي تجيب اي طلب من الدولاب لقيتي حاجه مش معدوله اعدليها، علشان يفضل دولابك مرتب، يعني مرتب كده ونضيف وزي الفل وزي العسل، وما تاخديش وقت في نظافته. فاهمين طبعا.
بعد كده يا حبايبي باركولي بقى، جبت القطعة اللي كانت ناقصاني في المكنسة، اللي هي بتشفط اللي قدامكم دي، ما شاء الله تبارك الله. عايزة اقول لكم والله من غيرها انا ولا حاجة بصراحة، بتشيل العفار اللي في البيت كله، اللي على السجاد واللي على الأرضية بصراحة. يعني يا ربنا يرزقكم يا رب، كل اللي ما عندوش ربنا يرزقه ويجيب واحدة زيها. بصراحة دي كان جوزي ربنا يديله الصحة والعافية، قبل ما يقعد من السفر كان جايبها لي من السعودية. بس بصراحة يعني ما شاء الله تبارك الله جميلة، يعني ربنا يرزقكم يا رب يا حبايب قلبي من حيث لا تحتسبوا، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده، كانت في الوقت ده ندى ما كانتش راحت المدرسة، كانت في الدرس وجت لقيتني بنظف في الأوضة بتاعة الأطفال، فقالت لي يا ماما، قلت لها نظفي يا ندى الصالة والأوضة بتاعتك لحد لما اخلص الأوضة بتاعة الايه بتاعة جنى ومحمد، علشان خاطر هتاخد مني وقت تطبيق الهدوم، بياخد وقت انتوا عارفين طبعا. صلوا بقى على النبي حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أقول لكم بعد كده يعني مسكت الصالة زي ما انتوا شايفين، وبدأت إن أنا برضو أكنسها كويس جدا. وبكنس يا حبايب قلبي اللهم صل على النبي البسطة اللي قدام الشقة، بحيث يعني اللي يدخل ما يبهدليش الشقة. والحمد لله رب العالمين السلم بتاعي كان نظيف في اليوم ده. كنت اصلا كنساه وغسلاه، كان قبل ما سيلفي يجي من السفر يعني، فكان الحمد لله نظيف وزي الفل. بس كده يا حبايبي، ما تنسوش بقى الدعاء الجميل بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي والجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. يا جماله يا جماله، دخلنا بقى يا حبايب قلبي على الايه، على الطرقه. عايزه اقول لكم في اليوم ده انا ما بشغل المكنسه ما بسيبش اي ركن في البيت الا ما بكنسه كويس. عايزه بقى نظافه كده وحاجات حلوه كده، علشان خاطر البيت بتاعي يكون بيبرق وزي العسل. حتى الطرقة بتاعة الحمام كنستها. بعد كده يا حبايبي هوريكم هعمل ايه. طبعا نظفت كانت في الوقت ده ندى كانت بتنظف في الأوضة بتاعتها، وانا دخلت على الأوضة بتاعتي. الأوضة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، كنت بدأت ان انا افتح الشباك بتاع الأوضة. عايزة بقى الهوا والشمس يدخلوا الأوضة ويخلوها زي الفل كده زي ما انتوا شايفين. طبعا مكان ما كنا نايمين يعني، بدأت ان انا اول حاجة كده ارتب السرير بتاعي. اول حاجة دي الدفاية اللي احنا بنتغطى بيها، يعني الجو انتوا عارفين برد وكده، فلازم الواحد يستغطى بمعنى صح. انتوا عارفين ان النوم بيكون جميل جدا في الشتاء. انا بحب النوم في الشتاء، لكن ما بصراحة يعني ما بحبش الشتاء في الشغل، بحس ان انا متكتكة كده من البرد. ربنا يا رب يعافينا ويرحمنا، اللهم امين يا رب العالمين، ويعدي الشتاء ده بقى على خير. زي ما انا من الناس اللي ما بتحبش الشتاء بصراحة، يعني انا بحب الصيف جدا. حتى لو حر مش مشكلة، بحب اشتغل فيه كده وبلبط في المية، بحب ان انا اشتغل كتير بالمية كده، وبحب اكب مية كده في البيت واغسل سجاد ومعرفش ايه. يعني بصراحة يعني انا بحب الصيف يا جماعة، انا من عشاق الصيف. بس كده، اول حاجة زي ما انتوا شايفين رتبت السرير بتاعي، والأوضة بتاعتي كانت نظيفة ما كانتش مكركبة الحمد لله، ما فيش الا السرير بس هو اللي كان مكركب. وبعد كده نظفت الكراسي اللي احنا بنقعد عليها. انتوا عارفين طبعا ان البيت يعني الحمد لله رب العالمين هو ضيق شويه. فانا حاطه هنا كرسيين من بتوع الانتريه، يعني علشان خاطر ايه يوسع في الاوضه بتاعت ندى شويه. بس كده، وهبدا ان انا اكنس الاوضه زي ما انتوا شايفين، وخليها برضو زي الفل وزي العسل. وهتشوفوا بقية الفيديو هيكون في ايه ان شاء الله. تابعوا بس الفيديو للآخر، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك والاشتراك. جزاكم الله كل خير. انا مش عارفة ليه انتم مقصرين في اللايك، هو اللايك بفلوس يا جماعة؟ اللايك ببلاش والله العظيم، بس هو بيرفع لي الفيديو وبيشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية. هو يعني انت لما بتحط اللايك ده بيرفع لي الفيديو، بخلي ناس تانية تشوفني غيرك، انتوا طبعا فاهمين. هنا ندى كانت نظفت الأوضة بتاعتها وظبطتها وخليتها زي الفل وزي العسل. برضو قلت اكنسها لها كده بالمرة، وخليتها زي الفل برضو ما شاء الله تبارك الله. هو انتي شغالة المكنسة اكنسي كل حاجة بقى. انا في الوقت ده كده كنت خلاص خلصت، ما كانش باقي اي حاجة خالص غير الأوضة دي. هبدأ ان انا برضو اكنسها زي ما انتوا شايفين بنفس الشكل. وتعالوا بقى هوريكم هعمل ايه. بعد الجمال ده كله والبيت الرايق، لازم يا حبايبي
معطر او بخور، اي حاجة عندك بقى. كان عندي المعطر ده جميل جدا، ريحته حلوة برضو. فقلت بقى ايه، ارش المعطر في البيت كله. عايزة اقولك ان انت ما ترشيش في الهواء وخلاص هيروح، الريحة بتروح على طول، لكن انت لما بترشي كده على المفارش وعلى الستاير بتفضل الريحة مدة كبيرة. فاهمين؟ فيعني الريحة تدخلي البيت كده بتفضل الريحة موجودة مدة كبيرة. بس كده يا حبايبي، انا بقى ايه في الوقت ده قلت إيه ارش البيت كله بالمعطر. وبعد كده بروح جايه مهديه البيت، يعني اي شباك بحب ان انا احط الستاره عليه كده بحيث ان البيت يكون هادي، وبطفي الانوار كلها واخلي البيت رايق كده وزي الفل. حتى قدام باب الشقه يا حبايبي بحب ان انا احط شويه كده من المعطر، علشان خاطر اي حد طالع على السلم وكده يشم ريحه الشقه بتاعتي يلاقيها ريحتها جميله كده وزي الفل. بس كده يا جماله يا جماله، ده الحمام بتاعي كنت برضو غسلاه ومظبطاه ومخليه ابيض وزي الفل. يعني هو عنوان نظافتك الحمام والمطبخ، بخلوا البيت ما شاء الله تبارك الله. سامحوني بقى ايه على المنظر، بس انا عايزه اوريكم يعني الحمام بتاعي ان انا غسلته ونضفته، والاحواض بتاعتي بتبرق، وكل حاجه عندي زي الفل. مفيش الا الحيط من تحت كان مجير، كانت بنتي الله يسامحها يعني كانت حاطط فلاش وكده على البتاع ده، على السيراميك، فعمل ايه البياض اللي انتوا شايفينه ده. ان شاء الله اشوف له حل كده وانضفه. بعد كده يا حبايبي دخلت المطبخ اللي انا كنت مبيتاه نظيف وزي الفل. لازم تبيتي مطبخك فل كده شمعة منورة، خليه شمعة منورة قبل ما تنام. ده جردل الطيور بحط في اكل الطيور، وكنت غاسله المواعين هنا ومصفياها سبتها تتصفى يعني. وكل الحتت بتاعه المطبخ والفوط قلت ايه انقعها كده من بالليل للصبح علشان خاطر يا حبايبي اغسلها واخليها زي الفل. ده بقى الكارثة اللي حصلت لي في المطبخ بعد الفيديو اللي انا نزلته لكم. كنت عاملة المخلل الجميل ده ما شاء الله هو حلو يا جماعة، بس مش عارفة جراله ايه. بعد ما نزلت لكم الفيديو والله العظيم بجد يعني البرطمان اللي فوق ده ضرب كده، الغطا ده طلع ازاي لوحده ما اعرفش. بهدل لي الدنيا، كنت عايزه اصور لكم والله العظيم. بهدل لي الدنيا بقى، بهدل لي الرخامه والمطبخ الخشب والفرن الكهرباء، حتى الارضيه كان مبهدلها. بص بقى الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا عايزه كل واحد يشوف اي حاجه تعجبه في الفيديو يقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا هيرزقك زيها واحسن منها والله العظيم. بس كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين مطبخي كده بحب ان انا ابيته واخليه زي الفل، كل حاجه فيه نظيفه. يعني انا بصوا انا من الناس بعد ما اخلص طبيخ او اي حاجه في المطبخ امسك علب التوابل امسحها مطرح او مكان ما ايدي ما كانت متبهدله. امسح الرخامه كويس، امسح التلاجة مكان ما انا كنت بجيب منها الحاجه. التربو يعني بيكون معايا فوطه كده مبلوله منديه، شويه كلور على شويه بريل او اي حاجه، وابدا ان انا امسح بيها عشان خاطر مطبخي يفضل نضيف وزي الفل. هنا الحتت بتاعه المطبخ اللي بنمسح بها البوتاجاز بقى والرخام والارضيه والحاجات اللي زي كده غسلتها واديتها لبنتي نشرتها على الحبل. في الوقت ده جوزي كان اتصل بيا وقال لي ام ندى جهزي لي فطار انا جعان. فقلت بما اني ندى قاعده من المدرسه فجهزت فطار كده زي ما انتوا شايفين. عملت دقه وعملت دي دقة سمسم يعني، وكان عندي الليمون الجميل اللي كنا عاملينه مع بعض، وعملت البيض. بصوا بقى الطبق ده جوزي بيحب ياكل في البيض، ما بحبش ان انا انقل البيض من مكان تاني يعني في طبق تاني. وعملت جبنة حادقة بقوطة بطماطم يعني. وكان عندي طبق، كان عندي فول من اللي كنت عاملاه معاكم قبل كده في القناة. وعملت بتنجان وقطعت خيار وجبنة طعمية وبألف هنا وشفا. كان فطار سهل وجميل وطعمه كان ولا أروع من كده. بص بقى يا حبايبي قلت بقى ندخل على الغدا نجهز الغدا. فعملنا ايه، كان عندي فرخة ونص كده عملتهم، وجبت بصلية كبيرة، حباية طماطم، قرن فلفل، فصين توم، مكعب مرق، شوية ملح، رشة فلفل اسود، رشة كمون. ومسكت الحاجات دي كلها يعني بايدي كده فركتها، وبعد كده حطيت ورقات اللوري على عود قرفة وغطيت عليهم بس كده. وبعد كده هتعملي يا منى هنعمل بقى شوية كوسة يعني يستاهلوا بقكوا استراحة. بعد كده جبت بصلاية كبيرة قطعتها صغير زي ما انتوا شايفين، حطيتها في شوية زيت كده يا حبايبي وهديها لون ذهبي.
الحلة الستانلس دي يا حبايبي هي حلوة ومش حلوة، حلوة يعني مريحة وكده عن الألمونيوم وكده، بس للأسف لما بتعلي النار شوية بتحس ان الحلل كده يعني ادت لون من الجنب. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي مش محروقة ولا حاجة، بس هي بتاخد لون، لما بتتغسل بترجع جديدة وزي العسل. بعد كده حبايبي هبدأ ان انا بقى ايه اضيف كده. بتكون انت مجهزة توم مفروم علشان خاطر وقت لما البصلايه بتاعتك تدبل زي ما انتوا شايفين، بتحطي كده وتبداي تقلبيها كويس. وبعد كده بتكوني مجهزه بقى درق طماطم كده حلو. انا بحب اصفي الطماطم في الاكل علشان خاطر ما بحبش البذر والتفل وكده يكون موجود بالذات في الطبيخ، لكن لو في المحشي عادي مش بصفيها ولا اي حاجه. بعد كده بضيف بقى البهارات بتاعتي. معايا مكعب مرق، وده اختياري طبعا. بضيف رشة كده من الفلفل الأسود، رشة من البهارات السبعة، ورشة كده من الشطة، ورشة كده من الملح. ما بكترش ملح علشان خاطر أنا بكون حاطة ملح على التوم، ورشة بسيطة كده من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم يا حبايبي. وبعد كده بضيف التوم المتبقي معايا، يعني بحط نص التوم في الأول ونص التوم في الآخر، بس كده بغطي عليها واسيبها تتسبك براحتها. بصوا بقى، عايزة اقول الفرخاية بتاعتي الجميلة دي بتنزل ميتها لوحديها، يعني ما بضيفلهاش ميه ولا أي حاجه. انا جوزي بيحبها بالطريقه دي. بعد كده حبايبي كان عندي كيلو من الكوسه مقطعاها مقشراها ومقطعاها وغسلها كويس طبعا، وبضيفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي الفراخ. عايزه اقول لكم ما كملتش الغدا، جالي ناس كده على غفله فقطعت التصوير، بس انا حبيت اقول لكم ان انا عملت رز بالشعريه، وعملت الاكله الجميله دي الفراخ والكوسه، وبالف هنا وشفا. بعد كده حبايبي كان ناقصني شويه توابل، رحت عند ابن عمي جبت بقى الحاجات ديت ما شاء الله. بصراحة عنده كل حاجة جميلة. ان شاء الله اسيب لكم رابط الفيديو اللي كنت مصوراه عنده، كنت عاملة جولة عنده، وان شاء الله اسيبها لكم في صندوق الوصف. وده كان فيديو النهاردة يا حبايبي، اتمنى ان هو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بجزء بسيط. ما تنسوش بقى اللايك. جزاكم الله كل خير، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.